صدقوني ما في أسهل وأطيب من هيك فطور. البيض باللانشون مزيج بسيط بس الطعم خرافي. معكن رعف النحلاوي ويلا نحضر فطور سريع وطعمه بيجنن. هلا أول خطوة منقطع اللانشون لشرائح بهي الطريقة، وهلا منقطعها لمكعبات صغيرة بهي الطريقة. وهلا حافقص البيض بالزبدية. بالنسبة للعدد انت فيكي تختاري العدد اللي بدك اياه. حضيف عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل، بعدين بخفقهم كتير منيح. وهلا حضرت مقلاية حطيت فيها قدر معلقتين من السمنة. بالنسبة لمعيار السمنة انت بتقدريه على حسب حبات البيض يلي محضرتيهم. بشغل النار وبنتظر على السمنة لتسيح. وهلا انا هون محضرة فلفلة خضراء وفلفلة حمراء مقطعتها بطريقة المكعبات، تعطيها مزيج وطعم كتير طيب. حانزل فيهم على السمنة واعمل لهم تقليبة. وهلا بضيف رشة من الفلفل ورشة من الملح، ما بكتر لاني انا حطيت للبيض فلفل وملح. وهلا بنزل بقطع اللانشون وبعمل لهم تقليبة كلهم مع بعض. وهلا حضيف رشة من البابريكا، هي اختياري بس والله بتعطيها طعم كتير طيب. وبضل بقلبهم مع بعض لحتى تتحمر مع مني حبات اللانشون. وهلا بعد ما تحمرت اللانشون رح انزل بالبيض يلي حضرته بهي الطريقة، بفرشه على المقلاية كلها، ما بنزله بقرنة وحدة. وهلا بعد ما نزلنا البيض منحركه بهي الطريقة، منحركه بهدوء، ما منقلبهم تقليب مشان ما ينخبص وينتزع منظره. هيك منضل محافظين على شكله النهائي. وهلا هيك استوى البيض معنا وصار جاهز انه نسكبه. شوفولي على هالمنظر، الله على هالريحة، والله منظرها وريحتها بتغوب القلب، والله طالعة مثل صحن البيتزا. فينا نقدم أي إضافات من الخضرة ما عملنا. أنا محضرة هون صحن خيار وبندورة وحاطة عليه حبة البركة، والله طعمته بتجنن. فلفلة خضرة، أي خضروات موجودة عند مني تطلع مع منه كتير طيبة. وهلا طبقنا صار جاهز ولحدق لكم إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، والله الطعم غرام. شوفولي على هالمنظر بذمتكم. مرشلها هيك رشة صوص الشطة. هلا هي صوص الشطة اختياري بس والله أنا بحبها بالأكل، تعطيها طعم ومزيج كتير طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بناكل مع حبة بندورة أو حبة خيار، والله شي ناهي. هون أنا حضرت صحن تاني كمان، بس الصحن التاني عملته بلا فليفلة، ولادي بحبوه بس لانشون وبيض. وإن شاء الله صحة وهنا.